بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرجو لكم صياما مقبولا وقياما مأجورا بحوله تعالى. هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، ونحن سعدنا خلال هذه الأيام المباركات وحلقات متتالية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة كل أسبوع جديدة من برنامج مع اللغة العربية. شرفنا وإياكم البروف دكتور جلال الدين محمد صالح، وجزاه الله خيرا. يعني مع الصيام برضو كان معنا في كل ندوة أو في كل حلقة أسبوعيا. بروف جلال، أسأل الله أن يثيبك على ما تتقدم به عبر هذه القناة المباركة في برنامج مع اللغة العربية، وفي ميزان حسناتنا جميعا. حياك آمين. الله بروف. كيف يسير رمضان معكم في بريطانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإن الحلقات ما زالت مستمرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سجل حسنات الجميع. آمين إن شاء الله. ورمضان كما عهدته الأخ أحمد هو شهر الخير والبركات. أقبل إلى هذه الأمة كما يقبل عليها في كل عام مرة، وهي تستقبله بالفرحة والسرور. أقبل علينا رمضان ونحن متهيئون، والحمد لله والحمد لله. قد وفقنا الله سبحانه وتعالى للصيام، ونسأله عز وجل المزيد من التوفيق. آمين إن شاء الله. ولكن رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى أيام معدودات، هي 30 يوما أو 29 يوما، تنقضي أسبوعا بعد أسبوع. وها هو رمضان الآن أوشك على المغادرة، وما بقيت إلا أيام قلائل، ثم يتركنا رمضان ليسلمنا إلى الشهر القادم، شهر شوال، شهر العيد والفرحة والسرور، وندخل من عبادة إلى عبادة أخرى، وكلا العبادتين لها غاية واحدة، وهي الخضوع لله سبحانه وتعالى. إلا أن عبادة الصيام هي إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وأما عبادة العيد والفطر فهو انطلاق لشهوتي البطن والفرج. وفي كلا الأمرين عبادة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. إن شاء الله. بارك الله فيك بروف جلال. بروف جلال، كما هو معلوم أن الناس يقبلون في بداية الشهر من كل رمضان إقبالا شديدا فيه روحانيات عالية، ويعكفون على قراءة القرآن وزيارة المساجد والأداء أداء الصلاة المفروضة، الصلاة الجماعية وما إلى ذلك. لكن مع الأسف الشديد، مع كل يوم يمر من رمضان تبدأ الناس همتها تقل، والعكس ينبغي أن يكون، خاصة ونحن في العشر الأواخر. وما ينبغي أن نركز عليه في هذه الحلقة اليوم، إذا سمحت لي بروف، إنه تفضل. هذه الروحانيات التي عشناها خلال شهر رمضان كيف بنا أن ننقلها كسلوكا، سلوكا وممارسة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة، أن ننتقل بروحانياتنا من رمضان إلى ما بعد رمضان. وكما تفضلت، يعني يأتي شهر شوال، وبرضو فيه الصيام المأجور وما إلى ذلك ربطا بشهر رمضان المبارك. فما هي الوسائل المساعدة للإنسان أن يكون رمضانيا في غير رمضان؟
فليتك حدثنا عن هذا العنوان. نعم، الأخ أحمد، لو تذكر في الحلقات السابقة، وأظنها الحلقة ما قبل الحلقة الماضية، الثانية، نعم. نعم، تحدثنا عن الإيمانيات، وتناولنا جانبا من هذا الموضوع، كيف أن المسلمين في بداية رمضان تكتظ بهم المساجد، ثم بعد ذلك يفترون مم. شيئا فشيئا، ويقل عددهم وتفتر حماستهم، إلى أن يبقى صفان أو ثلاثا وراء الإمام يصلون جماعة. سبحان الله. وهذه حقيقة هي حالة من الفتور في النفس، قلنا تعتري الإنسان بين الحين والآخر، ولكن الإنسان لا بد أن يكون في مجاهدة مع نفسه. وأنا لا أسميها روحانيات، وإنما أسميها إيمانيات. مهم. فالدين جاء لتنظيف وتطييب الروح والبدن معا، المادي والروحي والنفسي في الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس البشرية تحتاج إلى التزكية، ويفوز أولئك الذين يسهرون على تزكيتها ويجاهدون فيها النزعة الشريرة، ويخيب أولئك الذين لا يسهرون وإنما يمضون مع الشيطان فيمد لهم الرحمن مدا. يمضون مع الشيطان فيما يريد منهم أن يفعلوه من الغواية والضلالة، فيمد لهم الرحمن مدا، لأنهم لم يجاهدوا في أنفسهم نزعتها الشريرة. رمضان كما قلنا وأكدنا من قبل، من غاياته الأساسية لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام ليست هي فقط الامتناع عن الأكل والشرب لجوانب صحية مثلا، أو تقليدا للبشر أصوم كما يصومون وأفعل كما يفعلون، وإنما مقاصد الصيام أكبر من ذلك، وهي أن تتطهر النفس وتتقي الله سبحانه وتعالى، وتخرج من هذا الشهر الكريم وقد تزودت بالتقوى. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد للإنسان في هذه الحياة التقوى. والتقوى هي سلوك وشعور يعيشه الإنسان في وجدانه وداخل قلبه، كما يجسده في واقع حياته بجوارحه، بركوعه وسجوده، بذكره بلسانه، بابتسامته، بمشاركته في الأعمال الخيرية. ولهذا جاء في الحديث: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وأن تميط الأذى عن الطريق صدقة، وأن تعين الرجل على دابته صدقة، وأن تصلح بين اثنين متخاصمين صدقة. هذه كلها أفعال
إيمانية يجسدها المسلم في واقع حياته. وشهر رمضان يقوي في الإنسان هذه المعاني الإيمانية لعلكم تتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدالة هي جزء من التقوى. والعدالة عندما نتحدث عنها لا نتحدث عنها في جانبها السياسي فحسب بين الحاكم والمحكوم، وإنما نتحدث عنها أيضا في جانبها الاجتماعي بين الأب وأبنائه، بين الأخ وإخوانه، بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وزوجها، بين الجار وجاره، بين التاجر في تعاملاته الاقتصادية، بين الأستاذ وطلابه. هي مفهوم يشمل كل صنوف حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية. فهذه هي العدالة التي هي أقرب للتقوى. وكراهيتك لإنسان ما واختلافك معه لا ينبغي أن يحملك على أن لا تتعاطى معه بالتقوى، أن لا تتعاطى معه بالعدالة، لأن ذلك ينافي التقوى. إذن رمضان يغرس فينا هذه المعاني في علاقتنا ببعضنا وفي علاقتنا بالشارع الذي نسير فيه أيضا. إذا ما رأينا أذى يمكن أن يضر المارة فمن التقوى والصدقة أن نزيله. وتعلم أخي أحمد أن شهر رمضان هو شهر الصدقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. في رمضان تنفتح الأيادي ويتفقد المسلمون فقراءهم. هذا المعنى من الصدقة في رمضان ينبغي أن يظل ثابتا في ذات الإنسان، يفعله حتى بعد رمضان فيفرح به المحتاج ويسد به حاجته. إذن نحن نكون خرجنا من رمضان وقد تزودنا بالتقوى، نحمل ذخيرة ضخمة من التقوى ومن العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك من صلاة في جماعة كنا نحرص عليها، من توبة صادقة أقبلنا إليها مخلصين، والله سبحانه وتعالى وعدنا بقبولها ما دمنا أخلصنا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذين أسرفوا على أنفسهم فارتكبوا من الجرائم والفظائع والعصيان إلى حد تصوروا فيه أن رحمة الله لا تنالهم. هؤلاء أسرفوا على أنفسهم، فالرب عز وجل يبشرهم بأن لا يقنطوا من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا دخلنا هذا الشهر الكريم شهر رمضان ونحن نحمل هذه المعاني التوبة. والتوبة أخي أحمد هي أوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمعنى آخر هي نقد للذات. ولدينا مصطلح نقد الذات، فنحن ننقد الذات في علاقتنا بأعمالنا مع رؤسائنا،
في شركات وفي تنظيمات سياسية وفي أعمال دنيوية نتعاطاها فيما بيننا، يدور بيننا شيء اسمه نقد الذات، وننسى أن هنالك نقدا للذات أهم من هذا النقد، وهو في علاقتنا مع ربنا عز وجل. يجب أن نعود إلى أنفسنا فننقدها نقدا ذاتيا، نرى ما الذي استقامت عليه وما الذي انحرفت عنه، فنعود مما كنا نعمله من الآثام والمعاصي توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو نقد للذات في انحرافاتها، ونعود إلى الله بصدق وإخلاص، فالله يقبل التوبة. فالتوبة إذن هي عودة وأوبة، لا بد أن تكون بإخلاص، ولا بد أن نندم على ما كنا نفعل، ولا بد أن تكون لنا العزيمة على أن لا نعود إليه مرة ثانية. هذا لا يعني أننا سنكون معصومين، ولكن أننا نجاهد أنفسنا قدر الإمكان. رمضان أعطانا هذه الطاقة، رمضان عمق فينا هذه الإيمانية، قرأنا فيه القرآن وتدبرناه، والقرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب الكريم الذي قرأناه وتلوناه وتدبرناه وسمعناه يتلوه إماما نقتدي به في صلاة التراويح، يجب أن تبقى هذه الآيات القرآنية في نفوسنا بعد رمضان وتعيننا على التقوى. إذن أول قضية تساعدنا على استمرار في تقوية إيماننا هي أن نستصحب معنا رمضان ويظل حاضرا في ذكرياتنا، ولا يكون مجرد شهر تمتلئ فيه البطون بأشهى المأكولات وتكون فيه الأمسيات الساهرة بين الأصدقاء والعوائل والجيران. كلا، نستصحبه معنا على أساس أنه شهر تزودنا فيه بالتقوى، ومعانيه يجب أن تكون حاضرة معنا، وأن الخروج منه لا يعني إلا خروجا من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. هذا الاستشعار، هذا الاستصحاب لرمضان هو أحد العوامل الأساسية في أن تظل إيمانياتنا وروحانياتنا قوية لا تتزعزع. النقطة الثانية أو القضية الثانية التي تبقي معنا الإيمانيات قوية هي الارتباط بالقرآن. القرآن كتاب الله الذي أنزل لنزداد به إيمانا وتقوى، وأنه كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم حياتنا ويضبط أخلاقياتنا ويسير بنا نحو الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فنرتبط بالقرآن تلاوة، نتلوه ونتدبره، لأن ارتباطنا بالقرآن يزود فينا الإيمان ويعمقه، لا سيما إذا تدبرناه. وتبين لي أن كثيرا ممن تجرفهم الشياطين وتجتالهم
إنما تجدهم في ساحة بعيدة عن القرآن، فتعمق فيهم الغواية والضلالة، وتملأ قلوبهم بالشكوك والظنون والإساءة في الله وفي دين الله وعباده المؤمنين. ولكن لو أنهم ارتبطوا بالقرآن وتدبروه وقرأوه لما وجدت الشياطين إلى نفوسهم سبيلا، أن القرآن يعصمهم، وهذا أمر مجرب. أجد نفسي أحيانا أقرأ كتب الفلسفة، وفي الفلسفة من التساؤلات ما هو محير وما هو مقلق، لا سيما فيما يتعلق بالغيبيات، ما يسمونه الميتافيزيقيا، ما وراء الطبيعة. أقرأ في مثل هذه القضايا وأجد كيف أن الفلاسفة يتخبطون ويريدون أن يحاكموا ما وراء الغيب بمقاييس الشهود، ويريدون من العقل أن يخترق الحجب ليتكلم فيما لا علم له به وفيما لا طاقة له به. ولهذا تسمع من الناس يقولون لك العقل لا يقبل هذا، العقل هو الهادي وهو السبيل، ويتخيلون أن العقل يتعارض مع النقل، يتعارض مع القرآن، وأنهم لا يؤمنون إلا بعقلياتهم. ولكن لو سألتهم عن أي عقل تحدثني عندما تقول لي هذه قضية لا يؤمن بها الغيب، لا يؤمن بها العقل، مثل أن تؤمن أن الله يبعث من في القبور، وأن هنالك بعثا ونشورا وسؤالا ومحاسبة، يقول لك كيف سيكون هذا؟ كيف سنبعث وآباؤنا الأولون؟ وإذا قلت له في القبر نعيم وفي القبر جحيم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فسيقول لك لو أننا حفرنا القبر وأجرينا البحث على الأموات فإننا لا نجد عذابا ولا نجد شقاقا ولا نعيما، وإنما نجد رفاتا. العقل لا يقبل، هكذا يقولون. ولكن أخي، العقل نفسه لا ينضبط على حال. فعندما تحدثني عن العقل تحدثني عن عقل من؟ عن عقل أي فيلسوف؟ هل تحدثني عن عقل كارل ماركس المادي الإلحادي الذي أنكر الوجود والبعث والنشور والخالق والملكية الفردية، وتحقق فشل نظريته على أرض الواقع؟ هل تحدثني عن عقله هو أم تحدثني عن عقل آدم سميث رجل الاقتصاد الغربي الذي قال أن سعادة الفرد وأن سعادة المجتمع من سعادة الفرد، ومن حق الفرد أن لا يحول بينه وبين إسعاد نفسه حاجز يمنعه من وحي أو من أخلاق. دعه يفعل، دعه يعمل، دعه ينطلق. هل تحدثني عن هذا العقل؟ عن أي عقل تحدثني؟ عن البراغماتية التي لا تزن الأشياء إلا بما يعود منها من النفع ولا قيمة للأخلاق؟ أم تحدثني عن عقل ديكارت الذي قال أنا أفكر إذا أنا موجود، وأخذ من هذا سبيله إلى الله؟ إذن يا أخي العقول كلها ليست على نمط واحد، وهذا يدلك على أنها تصطدم بجدار وهي تتحدث
عن عالم الغيب. وحديث الإنسان عن عالم الغيب هو دليل على وجود عالم الغيب، لأن عالم الغيب إن لم يكن موجودا لما بحث عنه الإنسان ولما أجهد نفسه في الوصول إلى الغيب. أو دائما يبحث عن الغيب، يود أن يعرف ماذا في المستقبل. ولذا هنالك شيء اسمه الدراسات الاستشرافية. الدراسات الاستشرافية هي الدراسات التي تتحدث عن المستقبل، ماذا سيقع، وأنها عندما تتحدث عن المستقبل تستصحب معها الماضي وتتأمل في الحاضر لتصل من خلال الربط بين الماضي والحاضر للوصول إلى المستقبل وهو الغيب. إذن هنالك غيب، هنالك سؤال، هنالك حساب. هذه المشاكل التي يعيشها الإنسان حين يرتبط بالفلسفات المادية وينفصل عن القرآن ليس له من علاج فيها إلا القرآن. ولهذا عندما أقرأ مثل هذه النظريات والفلسفيات ثم يؤذن المؤذن للصلاة مثلا في العشاء وأتحرك من البيت إلى المسجد وأسمع الإمام يتلو القرآن ويتلو علينا من الآيات القرآنية ما يبدد كل هذه الشكوك ويذهب بها، وأجد الإيمان قد تعمق في نفسي أقول سبحان الله، ما قوة هذا القرآن العظيم عندما يسمعه الإنسان ويتدبره. والإمام عندما يقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني قال الله ملك الحق. نعم، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل معقول أنت وجدت في هذه الحياة عبثا بلا غاية وأنك لا ترجع إلى الله؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. انظر إلى وقع هذه الآية وقوتها، تخاطب أولئك الذين يزعمون أنها الحياة وأن لا بعث ولا نشور، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هي ظنون، نظريات يقولون. عندما تقرأ هذه الآيات القرآنية بتدبر أو تسمعها من إمام في صلاته وهي تتلى عليك فإنها تعمق فيك الإيمانيات. لذا أقول القضية الثانية بعد استصحاب رمضان في مشاعرنا والتي ينبغي أن نتمسك بها بوصفها سلاحا قويا يحجبنا من زيغ الشياطين هو الارتباط. نعم، بارك الله فيك بروف، جزاك الله خير. هي الأصحاب. نعم، تمسك بالقرآن الكريم ثم الصحبة الخيرية. بروف جلال، بارك الله فيك، آسف على المقاطعة. هذه الحلقة رقم 127 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، ويعني يحاضرنا فيها بروف جلال الدين محمد صالح مشكورا. فاستصحابا بشهر رمضان وإيمانياته، انتقالا من الروحانيات إلى الإيمانيات، ثم يعني تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى واختيار الصحبة والإقبال على المساجد. يمكن أن نكون رمضانيين فيما يأتينا من شهور.
وأنت تتحدث بروف، أنا ذات يوم تحدث إلي أحد الأصدقاء والأعزاء، يعني له التحية، فقال لي: يا شريف، بدأت أقرأ في الفلسفيات كما تفضلت حضرتك، وقعد أعمل مراجعات وفي دراسات، مراجعات في الدين وما إلى ذلك، فقعد أعمل حاجات وكده. فأنا خفت عليه لأنه أعرف خلفياته يعني، فقلت له: يا سيدي، أنا أخاف عليك يعني. فقال لي: كيف يعني؟ هل الدين يعني يغلق العقول وما إلى ذلك ما تفضلت به؟ قلت له: والله لا، لأنه الآية الكريمة تقول: ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فقال لي: أنا من ياتو؟ قلت له: والله أنا لا، ما القلوب ما نعرفها، لكن أخشى عليك من الجزئية الثانية. فقلت له: قي نفسك ولا تقرأ في الفلسفيات الماوراء الميتافيزيقيا وما إلى ذلك يعني. فضحكنا وهدانا الله جميعا إن شاء الله، وأحيي من هنا. بروف جلال، في محور آخر ارتباطا بما نتحدث به، أعتقد نحن الذين اصطفانا الله واختبرنا الله سبحانه وتعالى من بين خلقه، أن أخذنا من بلادنا المشرقية، الشرقية، المشرقية الإسلامية العربية الإفريقية، فأنزلنا، وهذه أرض الله، والأرض أرض الله سبحانه وتعالى، فأنزلنا هذه البلاد الفسيحة، جزء منا في أمريكا، أوروبا، أستراليا، يعني سبحان الله لحكمة يعلمها. فنحن سفراء للإسلام أيا كان موقعنا، وسفراء الإسلام ليس بالضرورة أن يكون وزير أو سفير معتمد من دولة إسلامية وما إلى ذلك، لكن كل من نطق وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإلى آخره، والتزم بقيم الدين، فهو سفيرا للإسلام وليس سفيرا لبلاده. هذه الحدود وهمية استعمارية، لكننا سفراء للإسلام في بلاد نقيم فيها. ولذلك أحيانا هنالك من يعني في ثقافة كده انتقلت معنا، إنه هذا الدين معني به شيخ لابس جلابية وطاقية، حتى الناس لما دارين يصطفوا لإمام تأخر أو غايب، فينظروا إلى من يلبس الجلابية أو التف بالعمام وهكذا، فيقولوا لك هذا رجل دين وما إلى ذلك، بينما يمكن أن يكون لابس كرافتة وما إلى ذلك، ويكون حافظ وقارئ وما إلى ذلك. فحكاية الدين ده لفئة معينة والحياة دي لناس آخرين، هذه المسألة يعني ربما تحد من يعني مهمتنا ورسالتنا ومسؤوليتنا، ونحن في بلاد الغرب، في بلاد غير إسلامية، ولكن نتمتع بحرية عقدية دينية كاملة. فكيف نوظف تلك الإيمانيات التي انتقلنا بها من شهر رمضان، نوظفها توظيفا يعني أننا سفراء لنعكس الصورة الحقيقية للإسلام وللشخصية الإسلامية وللقيم والأخلاق والمروءة، وبرضو بطريقة شعبية دبلوماسية دعوية يمكن أن نحارب كثير من الأشياء، ومن بينها الإسلاموفوبيا وغيره وغيره وما إلى ذلك. فكيف نكون سفراء حقيقيين؟ بروف جلال، ليتك تحدثت لنا في هذا المحور. الأخ أحمد، المولى عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الكريم أنزل الله فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا القرآن عندما نزل إنما نزل ليجسد في الإنسان، ليحقق في الإنسان التدين الحقيقي. وعندما أقول التدين أخي أحمد والمتابعين، يجب أن نميز
بين الدين والتدين. الدين نص معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. الدين في ذاته نصا قرآنيا وسنة نبوية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص معصوم لا يعتريه الخطأ والخلل، فهذا هو الدين. أما التدين فهو اجتهاد بشري لإنزال النص المعصوم بواسطة غير المعصوم على واقع الحياة. يعني عندنا إنسان غير معصوم يتعامل مع نص معصوم. النص المعصوم في ذاته معصوم، ولكن عندما نأتي وننزله على واقع الحياة فهو يتنزل على واقع الحياة بانفعالاتنا وتفاعلنا معه، نحن الذين ننزله في واقع الحياة. إذن نحن ننزل نصا معصوما بواسطة إنسان، بواسطة وسيط غير معصوم. وعمل غير المعصوم معرض للخطأ والصواب. فعندما نحاكم الدين لا يجب أن نحاكمه من خلال عمل الإنسان البشري، لأن عمل الإنسان البشري يعتريه الخطأ والصواب والتوفيق وعدم التوفيق، الشهوات الإنسانية من حب التملك وحب الظهور وإلى غير ذلك من الأعمال. والدين شيء ملازم للإنسان لا يمكن أن ينفك عنه. منذ أن وجد هذا الإنسان وجد والدين معه، بغض النظر هل هذا الدين هو وحي إلهي أم وحي إنساني تدين بما تهوى نفسه، فالدين شيء ملازم للإنسان. وما معنى الدين؟ الدين هو من الدينونة، من الخضوع، أن تدين له، تخضع له. ولهذا القانون نفسه يسمى دينا. والمولى عز وجل يقول في سورة يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك في مصر. يعني القانون في مصر لم ينص على أن من سرق يستعبد، يؤخذ مكان سرقته. ولكن يوسف عليه السلام عندما أراد أن يفوز بأخيه ويأخذه منهم سألهم: ما جزاء من وجدنا عنده متاعا؟ أنتم اللي تحكم، لأنه ليس له نص قانوني يحاكمهم به، لأن وضع الإناء في جراب أخيه. نعم. مكايدة. وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. فهم الذين نطقوا وقالوا: يؤخذ مكان ما أخذ، هو جزاؤه، هو جزاء. فالمولى عز وجل قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون مصر الوقت الذي كانوا يخضعون له ليس هنالك نص يقول أن من سرق يؤخذ مكان سرقته. إذن الدين هو كل شيء تخضع له فهو دين.
نعم. وهذا يعطينا مسلمة لا بد منها ولا بد أن نصل إليها في هذا الحوار، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير الدين، لا يمكن. فهو إما أن يعبد إلهه الذي خلقه، أو أن يعبد فيلسوفا ما يؤمن بنظريته ويتدين بها. فالذين يأخذون النظرية الماركسية مثلا ويتدينون بها اقتصادا، ويتدينون بها سياسة، ويتدينون بها عقائديا ميتافيزيقيا، نعم، هو هؤلاء هم في الدين، لكنه ليس دينا إلهيا، وإنما هو دين بشري. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني أنت الإنسان يتخذ إلهه هوية. إذا مشكلة الدين، النقطة الأولى عندما نناقشها في مشكلة الدين يجب أن نتذكر أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون دين. وهذا الدين إما أن يكون دينا سماويا، وهذا الدين السماوي إما أن يكون محرفا منسوخا أو دينا قائما سليما. نعم. وإما أن يتدين بما تهوى نفسه وما تمليه عليه أهواؤه فيخضع لها، لأن الدين في غايته وفي نهايته يدور حول دائرتين: دائرة افعل ولا تفعل. والهوى، هوى النفس، يقول لك أيضا افعل ولا تفعل. فأنت عندما تطيع النفس في دائرة افعل ولا تفعل، فتحرم كما تشاء وتحلل كما تشاء وتتصرف كما تشاء، فإنك تتدين بما تهوى نفسك. ولكن عندما تعرض عن هوى نفسك وتحاكمها إلى ما شرع الله، فإنك تتدين بدين الله. قضية الدين شيء لا علاقة له بالحياة، جاءت إلينا من أوروبا التي نبذت الدين، وأهل الكتاب غلوا في دينهم. وتاريخ أوروبا معروف كيف أن الكنيسة تحالفت مع الإقطاعيين واضطهدت الضعفاء، حتى قيل أن الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية كانت تملك ربع أراضي فرنسا، وأن الكنيسة في أوروبا أدخلت الخرافة والشعوذة في الدين، فكان القسس يبيعون سكوك الغفران. ويقولون للناس أن لا سبيل إلى الله إلا عن طريق القسيس. وأدخلت في الدين سك حرمان، وسك حرمان هو لمن عصى أوامر الكنيسة. والكنيسة حاربت العلم والعلماء، جاليلو وكوبرنيكس وغيرهم، وكثيرون من العلماء الذين أحرقوا. والكنيسة استباحت دماء من اختلف معها. عندما ظهر مارتن لوثر الألماني، عندما ظهر البروتستانتية، المذهب الاحتجاج، واحتج على ممارسات الكنيسة، كيف عاشت أوروبا حالة من الاقتتال والحروب والدمار باسم الكنيسة وباسم الله، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. كل هذا جعل الأوروبيين يتمردون على الدين ويرفضونه من حياتهم. فهم
عانوا من دين منسوخ محرف، لينتقلوا بعد ذلك إلى دين تمليه عليهم أهواءهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير دين. ولهذا قالوا اخنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس في فرنسا. هذه الحالة يا أخي نتيجة للزحف الاستعماري إلى العالم الإسلامي وضرب التعليم الإسلامي وعزله عن الحياة وتكريس مفاهيم التمرد الأوروبي على الدين في حقبة الاستعمار، أوجد هذه الثقافة التي أشرت إليها عندنا، وقالوا أن الدين لا علاقة له، وأن الدين شيء خاص بين العبد وربه. وهذا في الحقيقة هو إحلال مفاهيم دين وضعي محل دين رباني. ومن هنا جاء تقسيم الناس إلى رجل دين ورجل دولة، ورجل الدين لا دخل له في الدولة، ورجل الدولة لا دخل له في الدين، والسياسة لا علاقة لها بالدين، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، كما قال السادات في خطبته رحمة الله عليه وهو في عراق مع الإسلاميين، قال: وأنا قلت من قبل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه المفاهيم يا أخي هي مفاهيم غربية وافدة لا يعرفها الإسلام. الرئيس الذي يحكم دولة الإيمان، وقد سماها السادات دولة الإيمان، وسمى نفسه الرجل المؤمن، الرئيس المؤمن. الرئيس المؤمن عليه أن يجسد معاني الإيمان في دولته، وتطبق الدولة الإسلام في حياتها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإسلام في بلادنا. ولهذا أقول لك أن مقولة هذا رجل دولة لا مكان لها في الإسلام، وإنها وافدة من ديار الغرب. ومفروض نحن ننتقل اليوم من رمضان الذي قرأنا فيه قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ينبغي أن يحملنا وينقلنا إلى قرار نزيح به هذه المفاهيم من أذهاننا. إن الدين عند الله الإسلام. فكيف نكون سفراء إسلاميين وسفراء إيمانيين في بلاد الغرب؟ نعم، بهذا نكون نحن عندما نشرح للغربيين هذه النظرة الإيمانية للدين، فإننا نكون سفراء حقيقيين متميزين. الغرب يريد، بالذات الشعب، إذا فصلنا الغرب السياسي عن الغرب الفردي العادي، يريدون أن يعرفوا الحقيقة. فالآلة الإعلامية تضخ كميات كبيرة من المعلومات المغلوطة عن الإسلام، المشوهة للدين، المنفرة عنه، التي تصوره بأنه دين الذبح والقتل واضطهاد المرأة والتخلف الحضاري، والتي تصوره بهذه الصور يتعرض لها الإنسان الغربي يوميا. ولكن عندما نكون نحن بوجودنا في بلاد هذا المجتمع في الغرب، لا نشاركه في فجوره ومعاصيه، وإنما ندعوه إلى ما معنا من هداية. عندما نقوم بهذه المهمة على هذا النحو، حقيقة نكون سفراء لهذا الدين، سفراء
لهذا الإسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك من ربك من الإيمان به وتوحيده وإنقاذ الناس من الغواية والضلالة والجاهلية. بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا خطاب الله لنبيه، وخطاب الله لنبيه يدخل فيه المؤمنين جميعا. ما خوطب به النبي فيما ليس خاصا له، ما خوطب به النبي هو خطاب للمؤمنين به. عليهم أن يكونوا مبلغين للرسالة بكل حقائقها الإيمانية، كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الهجرة في الحبشة وهو أمام النجاشي. وعندما أعطاهم النجاشي اللجوء السياسي الكامل فول ريفوجي، وفي ذلكم التاريخ عرفت الحبشة هذا الحق الإنساني قبل أن تعرفه أوروبا، هاجر إليها هؤلاء المضطهدون وآوتهم. ولكن الدبلوماسية القرشية ما أرادت لهم أن يستقروا هنالك، باعتبارهم خرجوا على قانونها وأنهم إرهابيون ويجب أن يعودوا ليحاكموا بقانون الإرهاب، يهددون أمن المجتمع ويعملون في تفريق كلمته. وأرسلوا وفدا دبلوماسيا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويومها لم يكن مسلما، وجاء عمرو بن العاص اعتمد استراتيجية استرداد هؤلاء اللاجئين بأن أخذ معه الهدايا من أجل أن يخلق لوبيا ضاغطا على النجاشي من خلال تسريب هذه الهدايا وتوزيع هذه الهدايا. ولما لم يجد ذلك ولم تنجح دبلوماسيته، جاء بخطة أخرى، فقال للنجاشي أن هؤلاء لا يذكرون عيسى بخير ولا يقولون فيه ما تقولونه أنتم. فهنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وقتها يستخدم الدين لهدف سياسي بغير حق، مشوها الحقيقة وناقلا إياها بصورة غير الصورة التي يؤمن بها مجتمع المؤمنين، متوقعا أنها ستحدث زلزلة عند النجاشي، وقد أحدثت فعلا. ودعا النجاشي هؤلاء الصحابة وقال لهم: ماذا تقولون؟ هنا كانت الحقيقة. ودائما عندما تتحدث الحقيقة فإن الحقيقة تنقذك. هنا جعفر بن أبي طالب تلا عليه سورة مريم وذكر له الحقيقة كما يذكرها القرآن، فكان خير سفير لرسول الإسلام ولرسالة الإسلام. أصغى النجاشي إلى هذه الحقيقة وقال له: والله ما زاد عيسى على هذا شيئا. وهكذا بطلت المحاولة وأخفقت، وعاش هؤلاء المؤمنين المهاجرين في بلاد النجاشي آمنين مستقرين. أنت أيها المسلم في أستراليا، أنت أيها المسلم في أمريكا، أنت أيها المسلم في بريطانيا، أنت أيها المسلم في أي دولة أوروبية، انظر إلى نفسك كما نظر جعفر إلى نفسه. لقد ساقتك إلى أوروبا ظروف اقتصادية وثقافية وسياسية وتعليمية أكاديمية، أيا كانت الظروف التي أوصلتك إلى هذه الديار، تختلف عن الظروف التي أوصلت جعفر ابن أبي طالب إلى ديار الحبشة. ولكن الرسالة هي واحدة، هي الرسالة نفسها التي حملها جعفر ابن أبي طالب. كن نموذجا لجعفر في قول الحقيقة عند علية القوم
وكبرائهم. إذا ما كنت عضوا في برلمان، أو إذا كنت عضوا في حزب سياسي، أو إذا كنت عضوا في جمعية خيرية، كن نموذجا يتجسد فيه الإسلام، ليكن القرآن أخلاقه. تقول عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. كان القرآن كأنه القرآن يمشي بقدميه. نعم. القرآن يتجسد في حياتك وفي أخلاقياتك. عندك عندما تكون على هذا النحو من التجسيد لمعاني القرآن وقول الحقيقة في هجرتك هذه سفيرا لجعفر، سفيرا لرسول الله كما كان جعفر، فكل المكايدات التي ينسجها الأعداء ضدك ستكون هباء تتلاشى، منبثا تذبوه كالعهد الرياح. المنفوش، تتلاشى ولا تؤثر عليه. ولكن إذا كنت أنت لا تجسد الإسلام حقيقة، وفي تدينك خطأ لمفهوم الدين، بأن تكون فيك الغلو الديني وتغلو في دين الله وتدخل فيه ما ليس منه وتستبيح ما ليس هو مباح، فإنك حقيقة لم تكن سفيرا ولم تكن مجسدا لأخلاق جعفر ودبلوماسية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وأرضاه. مواجهته لدبلوماسية عمرو بن العاص. رحم الله الشهيد. نعم. رحم الله، رضي الله عنهم جميعا. يعني. إذن العودة إلى السيرة النبوية، فالسيرة النبوية تعلمنا هذه الأخلاقيات. ولهذا أقول لهم، أقول لنفسي ولإخواني في بلاد الغرب، مع ارتباطنا بالقرآن ارتباطنا بالسيرة النبوية، لأن السيرة النبوية تحكي لنا كيف جسد جيل الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في حياتهم. نعم. أقول لهم هذا طبعا موضوع طويل. بروف جلال الدين محمد صالح دكتور، وإن شاء الله ربما نفتح فيه ملف، لأنه لسنا السفراء الجدد. فإن المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا الأمصار وفتحوا المدن والقارات وواجهوا إمبراطوريات، يعني فكانوا هم أولئك السفراء. ويمكن أن نقتدي ويمكن أن نقلب صفحات. نعم، نأخذ نماذج يعني من الذين ذهبوا إلى الغرب، إلى الشرق، إلى بلاد السند والهند وما إلى ذلك، حتى نشروا هذا الدين الحنيف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: بروف: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكأن تجسد هذه الآية بكل ما تعني في تلافيف الحياة، سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا وحضاريا. وكما قال المولى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الدين جاء ليسوس حياة الناس أيا كانت هذه الحياة بمستوياتها، شرقيها وغربيها، شمالها وجنوبها، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. بروف جلال، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر سعادتك وفضيلتك على ما تفضلت به، وكانت محاضرة في غاية الأهمية. أنا لا أقول عنها حوار، ولكنها كانت يعني مفاكرة، وجزاك الله خير، وهذا ما دفعتنا إليه. وإن شاء الله ستكون لدينا حلقة العيد، وحلقة العيد إن شاء الله ستكون حلقة فرحية، ولكن برضو سنجسد هذا العيد في القيم والرسائل الإسلامية. كثيرون يظنون أن هذا الإسلام مقيد وما فيه إلا ما ده حرام وده ما إلى ذلك، ولكن في الدين كل شيء موجود، يعني كل ما في هذه الدنيا موجود، ولكنك كيف تسوسه وكيف توظفه التوظيف الإيماني الإسلامي. أنا يعني المفروض ما أتحدث في وجودك كثير بروف جلال، وأشكرك جزيل الشكر، ولنا موعد لن نخلفه إن شاء الله بحوله تعالى
في الحلقة المقبلة. مشاهدي الكرام، بسم الله جميعا، بسم الله وباسمكم وبكل مقاماتكم السامية، أنا أتفضل بالشكر الجزيل للبروف جلال الدين محمد صالح على تفضله للحديث في قناة سلام الإعلامية المباركة، التي أتشرف أن نطل عليكم من خلالها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة البروف جلال الدين، وتحيات الزملاء الفنيين والمشرفين والمخرجين الذين يخرجون الحلقة بشكل يليق بكم وبمقاماتكم السامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.